السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممرضة تقتل شابا طعنا بالسكين دفاعا عن شرفها في الوراق. اللي حصل هنا ان الشاب ده استدرجها لشقته، استدرج الممرضة دي شقته بحجة طبعا ان في حد تعبان او في حد عايز ياخد حقنة ومش عارفين ينقلها، ست كبيرة. المهم هنا هي راحت الشقة، هو استدرجها لغاية ما وصلت عنده الشقة. بعد كده عمل ايه؟ قلعها ومارس معاها العلاقة المحرمة، العلاقة الغير شرعية، علاقة كاملة. طبعا هو اكيد صورها، لان بعد كده بدأ ان هو يبتزها ويهددها ان هو عايز يكرر العلاقة تاني معاها، تاني وتالت معاها. هنا هي ما لقتش مخرج من الموضوع ده إلا إنها خلته نازل من بيته وقدام الناس في الشارع، راحت مطلعة السكينة وقعدت تطعن فيه لغاية ما موتته. والناس طبعا شافوا الجثة غرقانة في دمها، بلغوا الأجهزة الأمنية وتم القبض عليها. ما تعملش كده إلا من كتر الغل اللي جواها منه، الكتر اللي هو عمله فيها. اكيد هي عارفة ان لو كانت بلغت عنه كان هيتقبض عليه وهيتحبس، ياخد له كام سنة مثلا ويطلع. فقالت لا، انا احسن حاجة ان انا انتقم لشرفي بايدي. شهدت منطقة الوراق جريمة قتل مثيرة، حيث اقدمت فتاة تعمل ممرضة على انهاء حياة الشاب طعنا بالسكين امام المرة، مما أثار حالة من الهلع بين الأهالي، وذلك بعد تهديدها بفتحها ومحاولة ابتزازها. بدأت الواقعة بتلقي المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغ من الأهالي بوجود جثة في الشارع غارقة في دمائها، وأن الفتاة طعنته بسكين أمام أعين الجميع. وعلى الفور انتقل العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الوراق إلى مكان الحادث لفحص ملابسات الواقعة. وأظهرت التحريات أن المجني عليه استدرج المتهمة إلى منزله زي ما قلنا وحكينا، وأجبرها على معاشرته كرها بالعافية، ثم بدأ في تهديدها بعد كده بفتح الأمر وإجبارها على الاستمرار في العلاقة الغير مشروعة. مكنتش هتيجي أنا هفضحك وهفضح يعني الصور اللي معايا والفيديوهات اللي معايا، شوفي أنا هعمل معاكي إيه. وأمام هذا التهديد المتكرر استغلت الفتاة فرصة مواجهته وأقدمت على طعنه بسكين دفاعا عن شرفها. تم ضبط المتهمة طبعا وتحريز أداة الجريمة، بينما نقل جثمانه. وقررت جهات التحقيق التحفظ على المتهمة. إنسان يعني ما عندكش نخوة، ما عندكش شرف، عملت كده مع واحدة في بيتك، وبعد كده كان بدأت ان انت يعني انت عملت جريمة وكمان بتهددها بعد كده ان انت ما كنتش تيجي، انا هعمل واسوي فيكي. هل انت ترضى ان حد يعمل كده مع اختك، او ترضى حد يعمل كده مع امك عشان تعمل كده مع بنات الناس؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم جدا، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.